السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رسالة النهاردة دي بقى ما قدرتش اعديها وما قدرتش اتجاهلها، لان بطل القصة كان بيتكلم بكل دموع. بطل قصتنا النهاردة اسمه أمير. كل كلمة كلمني فيها وكتبها لي في الرسالة بتاعته بجد كانت بتعبر عن انكسار راجل كان بيحب إنسانة من قلبه وبيتمنى كل حياته تكمل معاها على خير. بيقول لي احكي حكايتي يمكن أي حد يفهم، أنا عمري ما هعرف أرجع زي زمان. بيقول لي بداية قصة الحب بتاعتي كانت 7 سنين، دول مش هزار، دول حب بجد وحب بإخلاص. بيقول إن هم قعدوا 7 سنين مخطوبين، بس كانت الخطوبة دي كلها حب وود وعلاقات كويسة بينهم وبين بعض ووعود وتعب هما الاتنين وهما بيبنوا حياة بعض خطوة بخطوة. واهم كلمة مركز عليها، كانوا بيوعدوا بعض كل يوم ان احنا عمرنا ما هنفترق وعمر ما حاجة هتزعل ما بيننا طول العمر. وكان مركز على جملة مستحيل اني اشوف منها اي وجع. كان مركز على الجملة دي لأنهم عشرة عمر، 7 سنين خطوبة وبنوا حياتهم، فأكيد بعد الجواز كمان ربنا كرمهم كده بمولود والدنيا كانت ما بينهم كويسة، هيجي الوجع منين؟ هو ده كان كل تفكيرهم. بيقول ان ربنا رزقنا بمولود وعملنا اسبوع وفرحة ولما لكل العيلة، وكان يوم جميل جدا. وامير كان شايف انها تعبانة بعد العملية وبعد ما جابت له المولود الجديد، فهو ما كانش ناوي يتعبها. كان بيتكلم معاها بصوت واطي وهادي وكل حاجة محتاجاها بيحضرها لها، لانها حب عمره يا جماعة، وفي نفس الوقت جابت له المولود اللي هو كان نفسه فيه. بدأ بقى يحكي لي ويفضفض ويقول لي بعد يومين من الاسبوع بتاعنا بدأت تدور على الذهب بتاعها اللي هي كانت شايلاه وما لقيتهوش، لقيته اختفى. أمير بيقول أنا فضلت ساكت وبدور معاها، بس كنت محروق من جوايا ومش عايز أبين لها، يعني مش عايز أتعبها وأتعب نفسيتها أكتر لأنها لسه قايمة من عملية. فكان كل الغرض ان انا مش عايز اتعبها، بس من جوايا كنت محروق وبدور معاها وكل ألم، بس ما بينتش بأي حاجة من كده. وقعدت اقول لها فداكي اي حاجة يا حبيبتي، اهم حاجة انك قمتيلي بالسلامة واحنا مع بعض ان شاء الله كل حاجة تبقى تمام. بيقول انا قعدت معاها وقعدت اتكلم، احنا مش هينفع نتهم حد لان كل اللي كانوا في السبوع دول اهلي واهلك، لو اتهمنا حد فيهم هيزعل مننا وخلاص، والزعل عمره ما هيرجع حاجة، لان اللي اخد حاجة مش هيقول انا اخدتها. بيقول وانا بكلمها وبفهمها شفت في عينيها صدمة كسرت قلبي. بصت لي وقالت لي انت اللي اخدت الذهب، انت اللي اخدته وبعته، هات الذهب بتاعي يا حرامي. بصت لها بصدمة وما كنتش متخيل انها ترد عليا وتكلمني بالطريقة دي، لان انا كنت هادي معاها وبحاول ان انا اطلعها من الزعل، لانه مش هينفع اننا نتهم حد ولا من اهلي ولا من اهلها. تبص فيا البصة دي وتقول لي انت حرامي وانت اللي اخدت الذهب. اتصدمت، ودي كانت اول صدمة واكبر صدمة اخدها في حياتي من ناحية مراتي وخطيبتي اللي بنحب بعض بقالنا 7 سنين. امير بيقول قسما بالله انا بعد اللحظة دي قلبي اتقسم نصين، واتمنيت ان الارض تتشق وتتبلعني قبل ما اسمع من مراتي اللي انا بحبها جملة زي دي. راجل واقف قدام مراته اللي حبها اكتر من 7 8 سنين وهم مع بعض، ووقف جنبها في كل حاجة وهي بتطعنه وبتقول في حقه كده. وبيقول انه بعد الصدمة اللي هو اتصدمها دي حاول ان هو يتملك اعصابه ويقعد يفهمها يوم في التاني ان مش هو اللي اخد الذهب، هو مش عايز يجرحها او عايز يجي عليها علشان هي لسه تعبانة من العملية. ففضل يفهمها، يوم بيشرح لها ويوم تاني يمسح دموعها ويطبطب عليها، ولكن معلاش صوته عليها ولا اتكلم معاها بأي نرفزة، هو علشان خايف على صحتها، لكن هي استغلت طيبته. ولكن لما ظهرت الفضيحة الجرح كبر عند أمير وما قدرش يتملك أعصابه. يعني لما عرف إنها قالت لأهلها إن جوزها سرق ذهبها وقالت لأهله كمان ابنكم سرق ذهبي، ما قدرش يتملك أعصابه. هي استغلت طيبته وقالت يبقى هو اللي سرق الذهب بتاعي. ساعتها مشاعره اتبدلت. بيقول انا مش مستحمل اي حد يكلمني من اهلي او من اهلها ويستغل ان انا اتعاملت معاها بطيبة عشان هي لسه طالعة من عملية وتعبانة ويقول لي انت اللي سرقت مراتك. خلاص ما بقتش مستحمل ان ابني لما يكبر تيجي تقول له كلمة ابوك سرقني في لحظة السبوع بتاعك. ووقتها اخدت القرار اللي كنت واعد نفسي عمري في حياتي ما هاخده. ساعتها انا من جوايا اتكسرت وحلفت عليها اليمين وطلقتها
وقلت لها ما عادش فيه اي عيش وملح نقدر ناكلوه مع بعض تاني بعد اتهامك ليا بالسرقة. هو انا عشان اتعاملت معاكي بطيبة وانتي طالعة من عملية ما رضيتش اذيكي او ما رضيتش ان انا ازعقلك، وانا عارف ان الزعيق مش هيجيب نتيجة لان اللي حصل حصل، تستغلي طيبتي وتقولي في شرفي كده وفي حقي كده؟ ما قدرتش امتلك اعصابي وحلفت عليها الطلاق بالتلاتة. وبيقول في لحظة ما طلقتها حسيت بوجع جوه قلبي ما يتوصفش، لان الراجل بيقول انا اتكسرت. الست اللي امنتها على حياتي هي اللي بتتهمني بكده. وبيقول بعد الطلاق انا مش زعلان على الطلاق قد ما زعلان على ان ابني هيعيش بعيد عني. ابني اللي اتمنيته من الدنيا وربنا كرمني بيه مش هيتربى في حضني ولا هيكون جنبي. ودي كانت اخر رسالة امير، كتب كل كلمة بوجع وبدموع من دم جواه في أهرف قلبه وهو بيحكي لي. رسالة راجل اتحط في موقف محدش فينا يقدر يستحمله. وبعدها سألني بيقول لي انت رأيك ايه؟ الطلاق كان صح ولا كان ممكن اصبر عليها تاني؟ وبصراحة ما قدرتش ارد عليه. بعدها سألني سؤال تاني، هل حب 7 سنين او اكتر ممكن ينتهي بكلمة او بموقف زي ده؟ بصراحة ما قدرتش افكر وما قدرتش اقول له ايه. فياريت لو حد فينا يقدر يصبره بكلمة في التعليقات يكتبها ويقول ان هو لو كان مكانه كان هيكون تصرفه ازاي. واشوفكم في قصة جديدة وفي حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.